قلت له بلغ زعماء الإطار ترى إذا تشكلون حكومة وفق المحاصصة السفينة راح تغرق بالجميع. من جانب آخر التحركات السياسية بالحقيقة وردت لنا تحركات عديدة، بعضها يعني بشكل مباشر معي كأمين عام لتجمع الفوزاقة، وبعض الجهات السياسية حاولت أن تسلك سلوك غير يعني مقبول بالتواصل مع مرشحنا الفائز الأستاذ بسام. ولكن احنا الحمد لله نقلنا رسالة واضحة ان تجمع الفوزاقة عنده رؤى ثابتة مثل ما وعد جمهوره قبل الانتخابات بوجود 3 حالات 3 برامج. فاحنا ننظر الى تشكيل الحكومة، اذا كان تشكيل الحكومة وفق معايير مهنية احنا مستعدين ان نشارك، ولكن اذا شكلت حكومة وفق المحاصصة الحزبية على غرار تشكيل الحكومات السابقة فتجمع الفوزاقة ذاهب الى المعارضة. فاجت عدة جهات سياسية طالبت انه نكون معاهم او نتحد معاهم، لكن احنا نقلنا صورتنا ثابته. انتم تريدون تدخلون ضمن الاطار وان يشكل حكومه باي صيغه كانت، حكومه محاصصه او حكومه مهنيه. هم الكل يقول احنا نتمنى تصير حكومه مهنيه، بس اذا صارت محاصصه احنا نكون جزء منها. فاحنا اعتذرنا ان نتحالف مع اي كيان سياسي وأن ندخل في حكومة محاصصة حزبية. تدخلت أطراف مثل الأستاذ منتصر الإمارة رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين، وحقيقة هو شخصية وطنية، وتواصل وياي وقال إنه أنت الإمكانية اللي تمتلكها كثير من اللي موجودين ومطروحين بالساحة ما يمكن تكون جزء بسيط منها. فإنه شجعنا أن ندخل بحوار مع كتلة الإطار، وكان لي لقاء مع الشيخ همام حمودي. اللقاء هذا حتى أوضح للجمهور الكريم ماذا جرى في هذا اللقاء. حقيقة أنا هذه أول مرة ألتقي بالشيخ همام حمودي من 2003 ولحد الآن، ربما تصير مصادقات بمجلس عزاء بمؤتمر سلام، لكن كجلوس ونقاش وحوار هذه يمكن أول مرة ألتقي بشخصية همام حمودي. فالكلام اللي دار ذكرت له مقدمة بأن الوضع السياسي بالعراق بعد 2003 وإلى حد الآن، وما هي الإخفاقات التي حدثت في الحكومة الأخيرة، الحكومات المتعاقبة ولا سيما الحكومة الأخيرة، وما هي رؤانا للمرحلة القادمة. وبينت له بأن أخطر مرحلة منذ 2003 هي مرحلة تشكيل الحكومة القادمة، وبينت له أن هنالك أكبر أزمتين ستواجه البلد هي الأزمة المائية والأزمة المالية، لدرجة ستعجز الحكومة عن تسديد الرواتب، وأن إجراءات الحكومة الأخيرة في السنة الأخيرة بالذات سحبت كل الأموال من الضمانات الضريبية، من بيع السندات الحكومية، من الأموال المجمدة الموجودة في البنوك، من رصيد البنك المركزي، من رواتب الرعاية الاجتماعية. كل هذه الأموال سحبت وأنفقت لتسديد الرواتب، وهذا مؤشر سلبي وخطير جدا. فالحكومة ستعجز في الشهرين القادمين بتسديد الرواتب، يعني بداية مطلع السنة 2026 راح تكون في أزمة كبيرة كيف تسدد الرواتب، ولا سيما أن سعر النفط انخفض دون $60، والمؤشر على سعر البرميل إذا ما نزل أقل من 67 هو يبدي العجز بالرواتب، فكيف إذا نزل تحت 60؟ وبينت إلى الشيخ همام حمودي بأن إحنا عندنا رؤى استباقية، هذا ما يميزنا عن الآخرين. في عام 2009 أنا طرحت أزمة المياه في مجلس الوزراء وخصوصا محافظة البصرة وأعطيت الحلول، وعندما ذكرت الحلول إلى الشيخ همام حمودي قلت له يعني بتحدي إذا أنا أطرح لك الحلول راح تقول هاي الحلول ما سامعها وهاي الحلول قابلة للتنفيذ، وهذا تحدي. وعندما طرحت له الحلول فعلا ذكر أن هذه الحلول ما مطروقة على أسماعها سابقا وهاي الحلول قابلة للتنفيذ. وهذا الكلام أنا طرحه 2009 والآن 2025 احنا في أزمة مائية خطيرة. يعني أحيانا واحد بعد ما تصير أزمة يحلل ويقول شنو أسباب الأزمة وشنو كذا، لكن واحد يستبق الأحداث قبل وقوع الأزمة ب 16 سنة 17 سنة ويذكر المخاطر ويحذر وما يؤخذ برأيه.
وذكرت لك كيف أنا حذرت جولات التراخيص، حذرت من جولات التراخيص قبل توقيع العقد في عام 2009، وهذا كله مدون في مجلس الوزراء، وكيف صوتوا وكيف مرروها، وكيف الخبراء بعد 12 سنة من توقيع العقد بدأوا يتكلمون عن مخاطر جولة التراخيص. وأيضا ذكرت لك كيف أني قبل 2009 قبل توقيع عقد شيل مع نفط غاز الجنوب أنا كنت المعترض الوحيد وبشدة، واعترضت وقلت هذا عقد فاسد وهذا عقد غير صحيح وهذا العقد، وأعطي الحلول. طبعا أعطيت الحلول لجولة التراخيص قبل توقيعها، وأعطيت الحلول للأزمة المائية بال 2009 قبل وقوعها، وأعطيت الحلول لعقد الغاز بدل من هذا توقيع العقد اللي أنا قلت عنه عقد فاسد. والدليل اليوم العقد 2009 وإحنا اليوم ب 2025 16 سنة، هل سمعت أن دخل دولار واحد من إيراد الغاز للموازنة العامة؟ لا يوجد. فإذا عقد مدته 25 سنة وأنت 16 سنة مضت ما داخل لك دولار، هذا مربح لو خاسر. فهي أوضحتها إلى سماحة الشيخ، وأوضحت لك قلت له هذا فيلم فيديو أظهر لك إياه موجود في 2018 في حكومة السيد العبادي. أنا خاطبت السيد العبادي قلت له الآن إحنا في 2018 سعر النفط مرتفع وراح يبقى مرتفع، ولكن بال2020 راح ينزل، وإذا نزل ما عندك حلول راح تذبح الموظفين وتقلل رواتبهم. شنو اللي صار؟ بال2020 انخفض سعر النفط والسيد العبادي طلع قرار الادخار الإجباري وصادر رواتب الموظفين وما حد رجعها لهم. زين، بال2022 في زمن حكومة السوداني عندما صدر قرار بتعديل سعر الصرف والغاء كارت الموبايل، جماعة النواب تعالوا نطلع مؤتمر هذا القرار خاطئ، ما حكى بيطلع ويرجع الناس يتريد الدولار ينزل. طلعت في مؤتمر صحفي وقلت هذا القرار خاطئ وراح يخسر الحكومة من 13 إلى 16 تريليون، وما راح تنزل أسعار السوق وما راح تنزل سعر الدولار بالسوق الموازي، وراح تنشأ طبقة فساد جديدة تعتاش مع فارق السعر 1300 وسعر السوق الموازي، طبقة فساد جديدة. وأنا حذرت منه وقلت قرار إلغاء كارت الموبايل أيضا خاطئ، 560 مليار نقدر نبني من 560 مدرسة، والفقير ما راح يستفاد من هاي الآلية. وانطيت حل، الحل ينعكس على الفقير بتخفيض سعر السوق الموازي، والفائدة أيضا تروح للفقير. جاني شكر وتقدير وما نفذوا المقترح. فأوضحت للشيخ أن أنا من أنطي المشكلة قبل وقوعها وأحذر من عدها. وأيضا قلت بهذا المقطع فيديو موجود في نهاية 2022 أقول الآن سعر النفط مرتفع وراح يبقى مرتفع سنتين وراح ينخفض نهاية 24 على 25 وراح يذبحون المواطنين بالجبايات بالضرائب بالرسوم بالغرامات. زين، هذا الشيء مو كله وقع وصار. زين، أنا أضرب تخت رمل لو خبير، أنا دا أتكلم عن خبرة وعندي برنامج ما يمتلكونه مرشحيكم يا شيخ. المرشحين اللي عندكم مع احترامي لهم أنا أتحدى أناظرهم واحد واحد، ناظروهم معي إذا عندهم حلول. أعطيت حل للطاقة الكهربائية، أعطيت حل لقضية أزمة الرواتب، أعطيت حلول لقضية المياه وأزمة المياه، أعطيت حلول أخرى. كل الحلول اللي طرحتها حل لمعالجة البطالة خلال 5 سنوات دون تعيينات حكومية، حل لموضوع السكن العشوائي. الرجل حقيقة انبهر من سمع الحلول اللي هو ما سامحها سابقا واللي هي قابلة للتنفيذ. وأنا قلت له بلغ زعماء الإطار ترى إذا تشكلون حكومة وفق المحاصصة السفينة راح تغرق بالجميع وبعدين تتندمون، لأنه توقعي كخبير متمرس أقول لكم حكومة المحاصصة ستسقط قبل موعدها، وأنا أعلن ترشيحي لأكون بديلا تسوية لقيادة مهنية لتشكيل حكومة تكنوقراط. فأنا أمام الله من ناحية شرعية وأمام الجمهور من ناحية وطنية أقول أي مرشح لديكم خليه يجي يناظرني بمناظرة تلفزيونية حول برنامجي وبرنامجي وشوفوا أنتم عندكم القدرة لمعالجة هاي. قلت له شيخ أنتم الآن تفكيركم بشغلتين، لعل يجينا مطر من السماء لحل أزمة الماء عندنا، ولعل سعر النفط يرتفع ويحل مشكلة الرواتب، وهذه مو سياسة دولة، لأن ما عندكم حل
إلا أن تذهبون إلى تعويم الدينار العراقي. فلذلك أنا من ناحية شرعية من ناحية وطنية أنا تصديت، ويبقى أنتم مسؤولين أمام الله وأمام الوطن وأمام الأجيال القادمة. إذا أكو أفضل مني اختاروه. وأنا طالبت زعماء أحزاب الإطار التنسيقي إلى التعامل مع هذا الملف بنكران ذات، وتحملوا هاي الأربع سنوات. صحيح أنت فايز جايب 40 مقعد وأنت جايب 20 مقعد وأنت جايب 30 مقعد وأنت جايب 18 مقعد، صحيح، لكنه المصلحة العامة، وإن السفينة لابد أن تنجو بالجميع، وإلا أنتم راح تكونون بذهاب البلد إلى الهاوية لا سمح الله. فلذلك احنا طرحنا أنفسنا لأننا نمتلك الحلول، وهذا تحدي لأي مرشح أن يناظرنا. فهذا ما دار في اللقاء. ويعني الشهادة لله أن الرجل ذكر كلام يعني أشاد وقال يعني أنا في رأيي من وجهة نظري أنت أفضل المرشحين، ولكن بقى الموضوع متعلق بمقبولية باقي زعماء الأحزاب الإطار. فإذا أنتم تمتلكون الشخصية المهنية القادرة أن تعبرنا هذا، أهلا وسهلا. وإذا شكلتوا حكومة محاصصة احنا راح نروح معارضة بناءة، والمعارضة البناءة راح نقدم لكم مقترحات اللي موجودة عندنا، وبنفس الوقت راح نفتح ملفات الفساد ونتصدى للفاسدين. هذا ما جرى في لقائنا مع الشيخ همام حمودي، ووضحنا هذه الأمور بالتفصيل لكم حتى تكونون بالصورة. واحنا راح نبقى مستعدين ان نتناقش مع اي كيان سياسي يتقبل او يدعم تشكيل حكومة.